يمكن من اكبر النعم اللي ربنا انعم علينا بيها نعمه الامهات، بيدينا كل يوم فرصه جديده اننا نصحى ونشتغل ونعبده ونعمل ذكريات. وانا دايما من النوع اللي بيستنى الوقت المناسب، او بين قوسين الوقت المميز، عشان يعني ابدا في حاجه جديده واعمل حاجه نفسي اعملها. وبذكر الوقت المميز، مفيش حد فينا ينكر ان بدايه السنه الجديده بتكون افضل وقت مميز. بنبدا من اول السنه وبنحط اهداف وباذن الله بتتحقق مع السنه الجديده. بس السؤال بقى، نخطط لايه واهداف ايه وليه اصلا نعمل كده؟ ما هي كده كده الدنيا ماشيه. خلينا نرد على الاسئله دول في 4 نقط اساسيه. اول نقطه، ليه بنحط اهداف؟ تاني نقطه، ازاي الاهداف بتتحقق لما بتتكتب؟ التالتة، ازاي اصلا نحط اهداف؟ الرابعة، نصايح عشان تحقق اهداف السنة ايا كان. اول حاجة معانا وهي ليه اصلا بنحط اهداف. بص يا صديقي، لو اتكلمت مع واحد فاهم بيزنس كويس وعنده مشاريع كتيرة ناجحة وسألته عن سبب النجاح ده، بكل بساطة بعد توفيق ربنا هيقولك ان في خطة عمل تستيف للورق بتاعه عشان بعد سنة يشوف المشروع ده بينجح ولا بيخسر، وبناء عليه يا اما بيكمل يا اما بيغير الخطة عشان ما يخسرش اكتر. يبقى اول حاجة بتستفادها من خطة السنة انك عارف الاهداف بتاعتك، وده بيودينا لنقطة مهمة جدا وهي كتابة الاهداف دي. خلينا متفقين ان الانسان بطبعه نساي. ممكن يكون عندك فكره عبقريه جدا قبل ما تنام، تصحى تاني يوم مش فاكر عنها اي حاجه. وطبيعي ان يكون عندك هدف وتنسى ان عندك هدف بسبب انشغالك او التفكير الكتير اللي بيمر عليك اثناء اليوم. فلازم تكتب الاهداف، وركز ان الاهداف تكون مكتوبه في اماكن انت بتزورها دايما، والله بقى فوق شباك السرير، على موبايلك او على اللابتوب. اتصرف. طبعا مش محتاج اقول لك ان الاهداف دي هتخليك شخص عامل ازاي بعد ما تحققها، فمش هكلمك في النقطه دي لان كل واحد فينا عنده احلامه وطموحات اللي بيشوف انها لو اتحققت حياته هتبقى احسن. انا هكلمك في النقطه الثانيه عشان ما اطولش مده الفيديو، ازاي الاهداف بتتحقق لما بتتكتب. علم النفس بيقول انك لما بتكتب هدفك وبتشوفه اكتر من مره، ده بيخلي الهدف بتاعك يروح في العقل اللاواعي، وده اللي بيخليك تعمل كل حاجه تخدم الهدف ده بشكل تلقائي. هفهمك واحده واحده. انت او انت مثلا نفسك تروح تعمل عمره، وحاطط لنفسك ان ده هدف نفسك تحققه. الهدف ده لو راح للعقل اللاواعي ونفسك فعلا ان انت تحققه، بتلاقي نفسك تلقائيا لما يبقى معاك فلوس تروح تشتري هدوم الاحرام او تشتري شنطه وشويه مستلزمات لزوم العمره، صدفه وحد قدامك بيقول على جمعيه وانت اصلا مش بتاع جمعيات وما بتحبش الالتزامات، لكن عشان العقل اللاواعي فيه هدف معين انت عايز توصل له، قررت تسال عن الجمعيه دي، وبالفعل دخلت الجمعيه وقبضتها، واول حاجه عملتها انك عملت عمره فعلا. تعالى بقى نروح لواحد تاني، نفسك يا ابني تعمل عمره؟ اه طبعا نفسي اعمل عمره. طيب حطها هدف وتحرك. والله الظروف ومش الظروف ومش معايا والكلام ده. هو مش حاطه هدف لنفسه، هو شايف ان ده تمني. الموضوع بالنسبه له مش هدف، هو مجرد تمني. فالاهداف بتتحقق لما فعلا تتحط في العقل اللاواعي، وطبعا الاهداف دي مش هتتحط في اللاواعي كده لوحدها بسبب التفكير والضغوط اللي بنبقى فيها يوميا، فلازم الاهداف دي تتكتب. طيب الكلام ده جميل جدا، بس انا اصلا ما بعرفش احط اهداف، انا مش عارف انا عايز ايه. ما تقلقش انا معاك، واحده واحده افكرك وافكر نفسي. ما هو اللي قدامك ده مش بيل جيتس برضه. اول حاجه لازم نعرفها ان الشخص مننا له 4 جوانب لازم يهتم بيهم. اول حاجه الجانب الروحي، تاني حاجه الجانب الجسدي، تالت حاجه الجانب الفكري، رابع حاجه اهداف العصر. اول حاجه الجانب الروحي ده لابد منه، ولولا الجوانب التانيه ملهاش اي لازمه. علاقتك مع ربنا، صلاتك وزكاتك، صيامك، النوافل، صله الرحم، كل ده لازم يتكتب انه من ضمن اهدافك. والله انا السنه دي عايز اطلع صدقه كل شهر او كل اسبوع، والله عايز كل فتره والتانيه ازور قرايبي. تاني حاجه الجانب الجسدي، معلومه ليك كده على السريع، كل ما كانت قوتك الجسديه عاليه وشكل جسمك احسن، ده بيعلي ثقتك بنفسك وبيتيح لك فرص احسن. فلازم تكتب برضو ان والله عايز اقلل سكريات، عايز ازيد في الوزن او احسن جوده اكلي. تالت جانب هو الجانب الفكري. ما ننكرش ان الشخص المثقف واللي عنده لباقه في كلامه اكتر شخص عنده جاذبيه في اي قعده، تلاقيه ذو قيمه كده في القعده والناس كلها بتبقى مستمتعه وهي بتسمعه. زي انا كده. الحته دي بتتطور ازاي؟ ربنا يرزقنا واياكم اهم حاجه المداومه على القران الكريم، بالاضافه انك تقرا كتب وتتعلم لغات. وطبعا مش لازم تقرا 100 كتاب ولا ان انت تتعلم 50 لغه والكلام الفاضي ده، حاجات بسيطه جدا تزود شخصيتك عن الشخصيه بتاعت السنه اللي فاتت. حط مثلا تارجت انك هتقرا 5 كتب السنه دي. واحد يقول لي يا عم شويه 5، انا هقرا 20 كتاب. يا عم تنيل، انت لو بتقرا ما كنتش اتفرجت عليا، كان زمانك دلوقتي مستمتع بروايه استرلاب النور، ولا بتقرا في كتاب العادات السبعه حتى. خلاص ما تاخدش على خاطرك، انا قلت افضفض معاك بكلمتين. المهم الجانب الاخير بقى يا صديقي، وهي اهداف العصر. كل جيل فيه افراد، كل فرد فيهم عنده احلامه وطموحاته اللي متاثره بالمجتمع المحيط بيه. واحد مثلا نفسه يشتري محل في مكان فخم، واحد مثلا عايز يتعلم مهاره تجيب له عائد كويس، واحد مثلا عايز يتجوز. كل واحد عنده الهدف والحلم الخاص بتاعه. فلو عندك هدف استيقن خير وانه ان شاء الله يتحقق خلال السنه دي. ولو وصلت لحد هنا خد مني اهم 3 نصايح يحققوا لك اهدافك باذن الله. اول حاجه الاستعانه الدايمه والتوكل على الله. فوض امرك للي نجى يونس من بطن الحوت وخلى النار ما تحرقش ابراهيم، خرج يوسف من ضلمه البير. ربنا ليس بعاجز سبحانه على تحقيق حلمك.
تاني حاجة السعي المستمر، طول ما انت بتفرك هتلاقي نتيجة، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، انت مطالب بس بالسعي، مع السعي أكيد بتوصل حتى لو مش للواجهة اللي انت عايزها. تالت حاجة ودي مختلفة شوية وهي التنظيم، تنظيم السنة، تنظيم الشهر، تنظيم الأسبوع، تنظيم اليوم، ده كله بيقلل إهدار وقت وبيزود إنتاجية. وما تنساش طبعا تكافئ نفسك كل فترة والتانية حتى لو بحاجة بسيطة، ده هيفرق معاك جدا جدا وهيخليك دايما مستمر في اللي بتعمله. وبس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو وصلت لحد هنا لايك واشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. مع السلامة.